ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا بقالي فتره كتير ما صورتش عشان انا يا صحابي بصراحه كان عندي مذاكره كتير ومن الامتحانات والمذاكره والمدرسه، فما كانش عندي وقت ان انا اصور. فدلوقتي بقى يا صحابي بعد ما خلصت مذاكرتي وخلصت امتحاناتي كمان، قررت يا صحابي ان انا ارجع اعمل لكم فيديوهات. واول فيديو يا صحابي قررت ان انا اعمله القضيه الفلسطينيه. انا من ساعه ما بدات الحرب اصلا وانا كنت عايزه اطلع اتكلم عن القضيه الفلسطينيه، بس ما كانش عندي وقت، كان كلها دراسه بقى ومذاكره وامتحانات. النهارده يا صحابي هنعرف شويه حاجات لازم نعرفها واحنا صغيرين، ولازم كمان نفهمها وكمان نعملها. تخيلوا يا صحابي ان انتوا قاعدين في بيتكم مع مامتك ومع باباك، ومرة واحدة جه حد وقال لك اطلع انت وباباك ومامتك وروحوا حتة تانية، لو اتمسكت ببيتك هيقتلك. فتخيلوا يا صحابي ان فلسطين كل يوم بيحصل معاها كده وبيتعرضوا للظلم كل يوم. فاحنا نيجي نقول ان المقاطعة مش مهمة، مش هنعمل مقاطعة وعادي بناكل ماكدونالدز وناكل كنتاكي؟ لا، احنا المفروض يا صحابي من دورنا، من دور اي حد عربي، ان احنا نعمل مقاطعه. انا عارفه يا صحابي ان احنا كلنا بنحب الشيبسي والبيبسي والبسكوت، بس احنا لو قطعناها يا صحابي في شركات كتيره طبعا بتدعم اسرائيل، فاحنا لو قطعنا الشركات دي يا صحابي فبالتالي هي هتخسر زباين وهتخسر يعني فلوس وكده، فهتقول خلاص مش هتدعم اسرائيل. دي اهم حاجه يا صحابي، ان احنا المفروض نعمل مقاطعه ليه عشان هي ما تدعمش اسرائيل. تقول خلاص انا اهم حاجه ان انا اجيب زباين واكسب زباين اكتر واكسب اكتر، فاسرائيل كده هتضعف يا صحابي. كل ما تضعف اسرائيل اكتر يا صحابي احنا هنعرف نتغلب عليهم. شفتوا يا صحابي الاطفال اللي بيموتوا واللي انتوا بتشوفوهم يا صحابي؟ احنا كلنا يا صحابي بنحب الشيبسي والبيبسي، وانا على فكره بحبهم، بس تخيلي ان الشيبسي او البيبسي ده اللي انت بتشتريه بيتحول في الاخر لرصاصه اللي بتموت الاطفال اللي انت بتشوفيهم على التلفزيون او على الانترنت. انا يا صحابي كرويده من ساعه ما بدات الحرب يا صحابي وانا ما بشتريش اي حاجه مقاطعه، ومش بستغفل بس بكده، ده انا بنصح صحابي ان هم ما يشتروش اي حاجه مقاطعه، وبفهم اخويا الصغير ان هو كمان ما ينفعش يشتري اي حاجه مقاطعه. بس كده يا صحابي، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. باي باي.